سلموا لي على جدي رسول الله وقد حضرت دولة الأشباح. أيوة اعمل حاجة. الله سيدي أحمد الرفاعي ده واحد من آل البيت ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين، كان نصب خيمة كده وسط الصحراء. أيوة اعمل حاجة. الله فامدد يمينك يا مختار لتحظى بها شفتي. أعزائي المشاهدين، فيديو النهارده محتاج تركيز شوية، لأن الشخص اللي هتسمعه معانا النهارده أول مرة يشرفنا، والفيديو بتاعه عندي بقاله فترة، وقلت ممكن تكون غلطة، لكن لما جاني فيديو تاني بيكذب فيه على الصحابة وبيكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لا ما بدهاش بقى، أنت تكذب على الرفاعي؟ نقول ماشي. تقول الرفاعي قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت ممكن، مش هدور، ما هي الكرامات الصوفية وصلت المريخ. لكن لما يجي فيديو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى هنا بقى اسمع حتة كده منه وبعدين نرد عليه. سيدي أحمد الرفاعي ده واحد من آل البيت ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين، رفاعي جده سيدنا النبي. أي مش أمه السيدة فاطمة الزهراء؟ سيدي أحمد الرفاعي. أيوة اعمل حاجة. الله هم الناس دي وصلت من رجليه تأسيس يا محترم، وفي تأصيل توثيق. سيدي أحمد الرفاعي كان مقيم في العراق، كان ناصب خيمة كده وسط الصحراء، الناس وهي راحت الجزيرة العربية للعمرة وللحاج يحاودوا عنده، يؤدي معهم واجب الضيافة، فإذا عزموا على الرحيل خرج في وداعهم وقال لهم سلموا لي على جدي رسول الله. سيدي أحمد الرفاعي. أيوة اعمل حاجة. الله مضض يا كلهم مضض. هنا بيقول لك سيدي احمد الرفاعي ينتهي نسبه الى آل البيت. يكون في علمك يا محترم ان عامه المؤرخين اصحاب الطبقات اللي ترجموا للرفاعي لم يتطرق احد منهم لذكر الرفاعي ونسبته لآل البيت خالص. معقول حاجه دي هتفوتهم؟ مش ممكن. الشيخ عبد الوهاب الشعراني اللي ما سابش كبيره ولا صغيره عند الرفاعي الا لما ذكرها. اي حاجه تخص الرفاعي من كرامات ومناقب واحوال وافعال كتبها. تتخيل يا محترم ان هو ما ذكرش نسب الرفاعي لآل البيت؟ لكن في المقابل ممكن واحد يقول لك مش شرط يذكره، ما هو عارف. طب خد عندك بقى ان الشعراني ذكر كلمه في كتابه الطبقات الكبرى توحي كده ان الرفاعي ده ليس من آل البيت. تحس كده ان هو بيلمح. قال ايه بقى يا محترم؟ بيقول لك احمد بن ابي الحسين الرفاعي منسوب الى رفاعه، ركز كده، منسوب الى رفاعه قبيله من العرب. وطبعا كلمه منسوب ما عجبتش الجماعه الرفاعيه. نظره ومضض يا اهل الله مضض. يعملوا ايه يا محترم الجماعه الرفاعيه؟ يقوموا يردوا على الشيخ الشعراني الصوفي. ايوه الصوفي. كتب احمد الصيادي وده الحفيد الثاني للرفاعي، وتاسفوا على كلمه منسوب اللي كتبها الشعراني. طيب اذا كان مؤرخ صوفي كبير زي الشعراني اظهر الشك في نسب الرفاعي، يعني شكك ان هو من آل البيت اصلا، ليه بقى تلوموني انا ولا اي حد يقول لك ان هو ليس من آل البيت؟ هو على فكره نسبه ده مش هيقدم حاجه في عمله. ابو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، فانا مش هيضرني حاجه لو ثبت امامي ان هو من آل البيت، لكن انا بنقل لك الحاجات اللي موجوده وانت مش عايز تقتنع بيها. طيب اذا كان نسبه ده مشكوك فيه من عند الصوفيه من زمان، هتيجي دلوقتي تقول لي رضي الله عنه كان حفيد الحسين رضي الله عنه؟ ما تخلينا في موضوع تقبيل اليد بقى وننسى الموضوع ده. اسمع حته صغيره كده لتقبيل اليد ونشوف بيقول ايه. في اول لقاء وقف امام القبر الشريف واعتذر لجده وقال في حاله البعد روحي كنت ارسلها تقبل الارض عني وهي نائبتي وقد حضرت دولة الأشباح، فامدد يمينك يا مختار لتحظى بها شفتي. فمد له النبي يده من داخل القبر الشريف فمال أحمد الرفاعي وقبل يد النبي ثم خر مغشيا عليه. دي كانت في الليل. في النهار حد شافه؟ كل من كان في داخل المسجد النبوي لحظتها رأى، وقيل تعدادهم فوق 90,000. طيب موضوع تقبيل اليد ده حقيقه ولا مش حقيقه؟ انا واحد ما اعرفش، لكن الدلائل اللي عندي بتقول انه ما حصلش، وان اللي نقل القصه دي واحد كذاب. تقول لي ليه؟ اقول لك بالدليل. هات الدليل يا عم. تخيل معايا كده يا محترم لو انت يوم الجمعه قاعد في المسجد والامام على المنبر بيخطب، وفجاه المنبر اللي هو واقف عليه اتكسر ووقع. المسجد كبير وكان فيه اكتر من 300 400 شخص. تاني يوم لقينا 2 3 بس اللي بيحكوا عن الحوار ده، وبقيه ال 300 ولا ال 400 مستغربين. لا مش فاكر، مش عارف يعني. طب هل واقعه زي دي الناس هتسكت عنها كده وما حصلتش؟ يقول لك مش في دماغي تحصل او ما تحصلش، مش ممكن. طيب تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم من الرفاعي، بيقول لك كان موجود ايامها عشان ده كان موسم حج 90,000 شخص، وقيل تعدادهم فوق 90,000. النبي صلى الله عليه وسلم اخرج يده من القبر الشريف والرفاعي قبلها قدام الناس كلها 90,000. يعني شاهد الموضوع ده حجات كتير من جميع الدول الإسلامية
والغير اسلاميه، لكن خلينا في الاسلاميه. فكان من الواجب ان هم يتكلموا عن الموضوع ده، فيهم مؤرخين ومحدثين وعلماء ومشايخ وعامه الناس. كان عندك حجازيين ومصريين ويمنيين وغيرهم كتير اللي شافوا الواقعه دي، او لو حتى من بعيد سمع خبر ان ايد النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من القبر وان الرفاعي قبلها. هتقول لي طب وايه المشكله في كده؟ ما احنا عارفين القصه اهو. يعني على الاقل يا محترم كان يتسجل في تاريخ المدينه المنوره ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت اليد الشريفه ليقبلها احد الحجاج، على الاقل. يعني ابن كثير في البدايه والنهايه ترجم للرفاعي لم يذكر هذا الموضوع، مع ان في كرامات كتير واقل من كده ومكتوبه عند الشعراني وغيره. ده حتى الامام النووي ما ذكرش الموضوع ده في كتبه، ولا حتى في كتاب وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى، ولا حتى في اختصاره خلاصه الوفاء. يعني كان اي حد يقول اي حاجه كده يعني. طب الشيخ الجيلاني عليه رحمه الله كتب حاجه عن الموضوع ده؟ ولا اي بتنجان، ما كتبش عنها خالص، مع ان المفروض تكون دي اكبر معجزه حصلت للرفاعي. انت متخيل انهم بينقلوا عنه كرامات قد كده؟ فمعقول لما يكون واحد زي الشعراني اللي ما خلاش اي حاجه من مناقب الرفاعي لما ذكرها هيسيب حاجه زي دي؟ لكن اللي اتكلم بالموضوع ده 4 اشخاص بس، 2 من العراق و2 من الشام. فده لوحده دليل قاطع ان هي قصه مفتعله. والدليل الثاني اللي يخليك تتاكد ان هي قصه مفتعله، ال4 اللي رووا القصه مفيش روايه واحده تطابق الاخرى، تقريبا كده ما اتفقوش على روايه واحده، كل واحده فيها زياده ونقصان عن الاخرى. دي كرامه كبيره يا جدعان، ازاي تغلطوا فيها كده؟ ومفيش غيركم انتوا ال4 اللي ناقلها، هو واحد بس اللي افتعل القصه دي وال3 التانيين هم اللي صدقوه. لكن هو نسي حاجه واحده بس، ان هو ينقل لهم النص اللي هو افتعله مظبوط، لكن كان لما يقعد مع حد يهبد وخلاص. 2 من تلاميذ الرفاعي نقلوا القصه، وال2 التانيين مش من تلاميذ الرفاعي، ف2 منهم حطوا جزء صغير كده عشان يثبت نسب الرفاعي للنبي صلى الله عليه وسلم. هو قال له السلام عليك يا جدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له وعليك السلام يا ولدي. ال2 التانيين اللي مش من تلامذة الرفاعي فمش هتفرق معاهم نسبة الرفاعي لآل البيت، ما ذكرهاش. والحاجة اللي تثبت لك ان القصة اصلا مفتعلة ان احمد الرفاعي منسوب الى رفاعة قبيلة عربية زي ما قلنا في الاول، وزي ما نقل الشعراني شكوا بالنسب، فازاي هو هيقول له السلام عليك يا جدي وهو مش من آل البيت؟ ده حتى الرفاعي نفسه لم ينقل عنه انه انتسب الى آل البيت، يعني مفيش طالب من طلابه قال ان هو سمع من الرفاعي ان هو من آل البيت، فازاي بقى هيقول السلام عليك يا جدي؟ انت تعرف مين هو خال احمد الرفاعي؟ خاله واحد اسمه البطايحي. البطايحي ده عندهم ولي من الاولياء، ما كانش بينادي احمد الرفاعي الا باسمه مجرد عن السياده، ومعروف عند الصوفيه ان هم بيقدسوا اي حد منتسب لآل البيت ومالوش علاقه بصله القرابه. انا خالك، انت ابن اختي، لا ده انت من الاشراف، فانت سيد. منصور البطايحي ده عمره ما كان بينادي احمد الرفاعي الا باسمه كده. انا بقول كفايه كده في الحلقه دي.